النهارده هقول لك اسباب فشلك المادي وانك ما عملتش اي فلوس في 2025 و2025 يعتبر خلصت اهيت وما عادش لينا فيها الا 3 شهور ونص. يا ترى هنعرف نلحق نفسنا ولا لا؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو. اول خطأ انت بتعمله بيدمر لك الحياه الماديه او الجانب المادي بتاعك، وهو انك بتاخد وقت كبير قوي في التخطيط ومش بتنفذ. ازاي؟ كتير مننا عشان يبدا في الحاجه بيبدا يعمل كالتالي: يجيب ورقه وقلم ويبدا يرسم خطه انه وصل خلاص للنهايه وهو لسه ما دخلش على البدايه اصلا. يعني كعلاء انا كنت في الاول ببدا اعمل ايه؟ انا عايز افتح قناه يوتيوب اهوت، كنت اعمل ايه؟ اقول انا هشتري المايك من كذا، وهشتري الكاميرا من كذا، وهشتري خلفيه من كذا، واشتري جراند سكرين، واشتري ومش ببدا. واتخيل نفسي بقى ان انا وصلت درع 100,000 ووصلت درع المليون، وانا كل ده اصلا وايه؟ وما بداتش. كالتالي مثلا واحد وراه مذاكره يبدا يخطط انا هذاكر من الساعه كذا لكذا، وهذاكر من الساعه كذا لكذا، ومن كذا لكذا، ومن كذا لكذا، وفي الاخر ما بيبداش. بناخد وقت كبير جدا في التخطيط وما بتنفذ. انا عايزك بقى نصيحه من اخوك، من اخ صغير ليك او اخ كبير: خلي التخطيط او نسبتك للتخطيط 5%، وال95% التانية كلها للتنفيذ، لانك انت لو ما نفذتش اعتبر التخطيط بتاعك راح في داهيه. اما طب افرض يا علاء انا نفذت ومش مخطط، عادي هتغلط وتتعلم من غلطك وتبدا تنفذ تاني وتتعلم من الغلط الاولاني وتبدا تنفذ تالت وتتعلم من الخطا التاني والاول. فالموضوع سهل، لكن اهم حاجه تبدا. تاني سبب هو خايف الناس تتكلم عليك. بص يا صاحبي، انا ما بطيقش الشخص، مش انا، كل الناس الناجحه ما بتطيقش الشخص اللي بيتاخر عشان خايف من كلام واحد ملهوش لازمه اصلا ومحدش يعرف انه عايش. كل الناس حاليا لحد دلوقتي بتتريق عليا كاصحابي، يعني على الحلقه بتاعتي، على الفيديوهات اللي انا بنشرها، انا بقى حاطط كلامهم فين؟ مش ورا ضهري، تحت الجزمه. انا لما واحد بيكلمني بقول له مش لازم انا كنت فاشل زيك والله، المهم اهتم بنفسي. بكسفه، بقول له اتكتم، بقول له ما تتكلمش معايا. فاهم حاجه انك تبدا وما تخافش من كلام الناس، لان الناس سلبيين، هم الطاقه اللي فيهم طاقه سلبيه، فلازم يحبطوك. بقى على السبب الثالث والاخير، وهو بتبطل بعد ما تفشل من اول مره. ازاي؟ انا كعلاء بقالي على اليوتيوب اكتر من 5 شهور او 4 شهور، انا لحد دلوقتي مش شايف مقابل للفيديوهات بتاعتي، لكن شايف 2 3 لازقين لي في الفيديوهات كلها. فانا مكمل عشان مين؟ الاتنين التلاته. عندك كام متابع يا علاء؟ عندي 60، 30 هنا و31 هنا، او 29 هنا و31 هنا. طب ايه يا علاء اللي مخليك مكمل؟ انا مكمل لاني عارف الفشل اللي انا فيه دلوقتي باذن الله بعديها نجاح. فحاول الفشل، مش من اول مره تفشل تقعد، لا، كمل واستمر وحاول، وقع ووقف. اهم حاجه ما تبطلش، من اهم مفاتيح النجاح وهي الاستمراريه. فاستمر يا صاحبي. ده يبقى فيديو النهارده خالص، وما تنساش تحجز معايا في محتوى اونلاين، هتكون على الرقم اللي نازل قدامكم على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا، اقل من نص دولار، ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشف. سلام.